شو هالاتيتيود تجاهي؟ ناسي اني استاذك وقادر سقطك؟ بخعتني قدام الموظفين. ما تزيدي يا نانا، انت تحديتيني. إلي 10 سنين بسحب مصاري من الخزنة، ولا مرة قبل هلأ حدا اعترض. لانه ما كان في حدا مسؤول عن المستشفى بغياب امي قبل هلا. انت بتعرفي انها مسؤوليه كتير كبيره. قبلتها لانه ظروف امك مش منيحه، وحاله مستر عادل كمان. شو خص هيدا بموضوعي؟ أنا ما طلبت منك تعمل شي ما كان بينعمل بوجود الماما. هلا انا المسؤول، وما بقدر وافق يطلع من الخزنه مبالغ بطريقه عشوائيه. conclusion؟ بدي احكي مع امي قبل. لا، ما بدي تخبر الماما. مفكره تسحبي مصاري بدون علم امك؟ ما بدي الماما تفكر إنه أنا استسلمت وندمانة على زواجي. بس أنا ما بقى فيني أعيش هيك، عايشين بشقة مفروشة صغيرة أجارها $500 بالشهر. شقه اجارها $500 مش هالقد عاطله. بعتقد انه وضعك مش مأساوي انا. بس أنا مش معودة أعيش هيك. أنا ونبيل بدنا نحسب بادجت المي والكهرباء والأكل وقسط البيت. عايشين بس ب$2000 بالشهر. شو هالغنج هيدا؟ 50% من الشعب اللبناني بيتمنوا يعيشوا ب$2000 بالشهر، وفي عيال بتعد 10 اشخاص بالكاد عايشين بالحد الادنى للاجور وبيتمنوا ياكلوا. نانا، اذا عن جد انتوا ونبيل بتحبوا بعضكم لازم تتعبوا وتضحوا حتى تثبتوا لها لامك انه زواجكم كان عن وعي مش عن طي الشباب. ما تعلمني كيف بدي أعيش. سوري دكتور، ما رح اسمح لك تسحبي مصاري من الخزنه.